الاهلي ورومنتادا عالميه امام الشرقيه انبي. مدرب الشرقيه قبل ما نتكلم على اي حاجه بنشيد بمحمد بركات المدرب الشاب اللي هيكون نموذج وليه واسم ليه وزن في تاريخ المدربين المصريين والكره المصريه. مدرب حلو قوي، كان متقدم 2-0 وامام مين؟ امام النادي الاهلي، وكمان بتجيلك ضربه جزاء ضيعتها. لو احرزت ضربه الجزاء دي كانت هتبقى 3-0 وامام الاهلي، كانت المباراه هتروح في حته ثانيه وهتبقى المرتدات اخطر على الاهلي والنتيجه هتزيد اكتر. لكن النادي الاهلي عمل رده فعل كبيره، والحسين عموته اثبت انه مدرب كبير بتغييراته قدر يقلب المباراه، وهدف صاروخي من مروان عطيه، والهدف الثاني من ضربه جزاء احمد سيد زيزو، والهدف الثالث من قفشه في الدقيقه 2+90 صاحب القاضيه وقاضيه في مرمى الشرقيه انبي والاهلي. انا كاهلاوي بتمنى اشوف الاهلي بيجري ورا النتيجه، لان الاهلي لما يكون مغلوب او خسران وبيجري ورا النتيجه بيعمل رده فعل كبيره وبيقدر يكسب. يعني الاهلي لو بيجري ورا النتيجه اضمن الاهلي هيتعادل ويكسب، لكن كونك ان الاهلي بيلعب متعادل ما تضمنش ان الاهلي يجيب جون او لا. مبروك للنادي الاهلي، اول 3 نقط صعبه، وهارد لك الشرقيه انبي، والسلام عليكم ورحمه الله.